انت فاكر ان المحفظة الفاضية هي اللي بتخلي الواحد فقير؟ لا يا صاحبي، الفقر الحقيقي هو عقل ما بيتمش تحديثه. بص على كريم، في بداية 2026 الكل كان بيجري يشتري أسهم وعملات رقمية لمجرد إنها ترند، إلا كريم. كريم قرر يحط فلوسه ووقته في تطوير عقله الأول. اتعلم إزاي يفكر، إزاي يحلل، وإزاي يطوع الذكاء الاصطناعي لخدمة أفكاره. والنتيجة؟ في الوقت اللي السوق فيه كان بيتهز، كريم كان بيعمل ثروة لأنه استثمر في الأصل اللي ما بيخسرش أبدا. وكما قال الحكيم: أفرغ كيسك في رأسك وسوف يملأ رأسك كيسك بالذهب. وعشان تعرف إزاي تشحن عقلك بأفكار المليونيرات، اشترك في القناة وفعل الجرس دلوقتي. عشان تكون زي كريم وتعمل ثروة بجد، ركز في الثلاث نقط دول. فلتر مدخلاتك، بطل تتابع ترندات تافهة، وخصص وقتك لمصادر بتعلمك مهارات نادرة السوق محتاجها فعلا في 2026. اشتري خبرات مش سلع، بدل ما تجيب أحدث موبايل، احضر مؤتمر أو خد كورس متخصص يخليك تسبق جيلك ب5 سنين. عقلية تعدد المصادر، استثمر في فهم ازاي تدير الفلوس، مش بس ازاي تجيبها، لأن العقل الذكي هو اللي بيعرف يحافظ على الثروة ويكبرها. في 2026 اللي بيمتلك المعلومة والمهارة هو اللي بيحكم، مش اللي بيمتلك الكاش بس. دلوقتي قولولي، هل جربت قبل كده تصرف فلوسك على كورس أو كتاب وحسيت إن حياتك اتغيرت بعدها؟ مستني أعرف تجاربكم وقصص نجاحكم في الكومنتات.